قصتنا اليوم تميز في حاجة عن باقي القصص. تميز في أن الجناه أسرة كاملة، الأب والأم وعيالهم كلهم حولوا على المشنقة وراحوا المزبلة التاريخ. والتميز أن الجاني الحقيقي والمتسبب الحقيقي بهالجريمة هذه ما حد تطرق له، مروا عليه مرور الكرام ولا ذكر حتى بالقصة، وهو اللي يستحق العقاب، وهو اللي يستحق العقاب، ما هو بالشنق، العقاب في التقطيع. المهم نخش على قصتنا، طخوا اللايك وبسم الله. قصتنا حصلت في صعيد مصر عام 2015. فيه واحد الرجال تكرمون مع زبالة ويبي يرميها، عندهم ما يرمون هالنفاية هذه إلا مجرى المجاري، مجرى مائي عبارة عن مي المجاري مع الصرف الزراعي مع الزبالات اللي ترمى فيه. يعني هالمجرى المائي بؤرة تكرمون للنفايات وللحاجات القذرة. فراح الرجال يرمي هالكيس هذا، يوم رماه إلا يشوف وسط المجرى المائي هذا ذاك الجسم هذه كأنه غريب، كأنه جزء آدمي. والله الرجال يستغرب، يتحقق كذا هذا كأنه كتف. والله هو يقعد يصوت لأخوياه، تعالوا شوفوا. قالوا وش نشوف؟ تعال بس تعال. قال أقول لكم تعالوا شوفوا. والله أخوياه يجون، قال شوفوا هذاك وشو؟ هذاك ما هو زبالة، هذاك جزء آدمي كأنه يد رجال. والله ويشوفون كذا. قالوا والله انك صادق. واحد منهم يتبرع يدخل بهالزبالة هذه تكرمون، يطلع الجذع هذا. والله ويدخل الرجال ويطلعه الا الجزء العلوي من جسم رجال من غير الراس، يعني رجال مقسوم بالنص، وهذا الجزء العلوي حقه عبارة عن اليدين والصدر. الله يقعدون يصيحون جثة. المهم بلغوا الشرطة وجت الشرطة وتليمت العالم، قال له هذه جثة بشرية مرمية بمي الصرف الصحي هذا. الصرف الصحي هذا يا الله الواحد يقربه من ريحته ومن قرافته، لكن العالم كلها تليمت. والله ويتبرعون الناس ويطبون يدورون الجزء الثاني لهالجثة هذه. قعدوا يدورون أشوي إلا مطلعين الجزء السفلي منها. الآن صار الجزء العلوي من الجثة موجود والجزء السفلي موجود، لكن بقى الرأس ما هو موجود. قعدوا يدورون والعالم تليم. ها يا ناس، ويسألون الشرطة فيها أحد فاقد أحد، فيها أحد مختفي؟ قالوا ما في أحد، كل هالقرية هذه ما في أحد فقد شخص أو عنده مفقود. طيب سمعتوا هواشات، سمعتوا شيء؟ كل يقول والله ما سمعنا ولا حاجة، ولا في شيء متغير، حياتنا هي حياتنا. المهم بقى الرأس أهم حاجة. والله ويتبرع ناس قواصين ويتبرع عالم يقعدون يدورون الرأس، وبعد كم ساعة ويا الله ويحصلون الرأس. لكن بفضل الله إن الرأس ما تأثر كثير، واضحة الملامح وبينها الملامح. ملامح الشخص هذا شاب بالعشرينات. والله على طول والشرطة قالوا ابحثوا بلغات التغيب بالقرية هذه وبالقرى المجاورة عن شاب بنفس هالمواصفات هذه، لأنهم سألوا أهل القرية هذه كلهم قالوا ما في أحد متغيب عندنا ولا عمرنا سمعنا أصوات. هذا جاي من قرية ثانية ومرمي عندنا، مرمي بالصرف الصحي اللي عندنا. والله قعدوا يبحثون بالملفات اللي عندهم، وكان من الواضح إن هذه عملية انتقام، قتل بقصد الانتقام. ما حد يقتلك ويقطعك ويقطع راسك ويقطعك جزئين ويرميك بالصرف الصحي إلا واحد منغل منك ويبي ياخذ ثاره منك. وعمليات الثار
هذه مثل السلام عليكم بالصعيد، ما في بيت سالم منها الثار، كل ما قتل عندهم قتيل إلا عملية ثار. فقالوا هذا أكيد إنها عملية ثار من ثأرها الصعايدة هذه. المهم بحثوا بلاغات التغيب، ويحصلون بلاغ تغيب عن واحد تنطبق عليه نفس المواصفات هذه في قرية جنب قريتهم، جنب القرية اللي لقوا بها الجثة، عن تغيب واحد اسمه أحمد. وقارنوا الصورة والمواصفات اللي قايلينها أهل أحمد مع الجثة اللي لقوها إلا تنطبق عليه، هذه جثة أحمد. والله على طول توجهوا البيت أحمد، إلا أمه لها 3 أيام أو 4 أيام تصيح وتبكي عليه، وأبوه وعمه وولد عمه وأهله كلهم لهم كم يوم يصيحون عليه يدورونه. قالوا تعالوا معنا، في واحد محتمل إنه يكون ولدكم. والله راحوا لثلاجة يشوفون ولدهم، إلا شوفت عدوكم وهو يغدي لهم الصياح، هذا أحمد. وتقعد لهم تصيح، والأبو يصيح، والعم يصيح، وبنت العم تصيح، وولد العم يصيح، العائلة كلها تقعد تصيح، هذا ولدنا هذا ولدنا. المهم بدت الشرطة تحرى عن أحمد هذا، من هو أحمد هذا؟ والله من خلال تحريهم أول حاجة اكتشفوها استبعدوا إن هذه عملية ثأر، لأن أحمد هذا إنسان مسالم وبسيط وفي حاله وما له عداوات مع أحد، وكذلك أهله. يعني هالقتل هذا ما هو قتل بدافع الثأر. وش قصة أحمد هذا؟ أحمد هذا شاب بالعشرينات، الرجال بغى يشتغل، وهو يسافر من الصعيد ويروح للقاهرة، وهو يروح الرجال للقاهرة ويشتغل في ذاك المجمع السكني، في ذاك الكامب، يشتغل بالصيانة. والله قعد شغال الرجال بالقاهرة يشتغل بالصيانة، وتعرفون انتوا الصيانة، السباكة والكهرب والبلاط ومدري ايش. المهم الرجال شغال في الصيانة بهالمجمع السكني، ومن خلال شغله الرجال تعرف على حاجات، عرف شلون يشتغل بالسباكة، عرف شلون يدبر بالكهرب، وعرف شلون يسوي الخلطة، وشلون إذا بغى يصف البلاط. المهم الرجال اكتسب له كم حرفة، وكان عمله يدر له مبلغ حلو، لأنه يشتغل بالإضافة لعمله ويشتغل بأشغال ثانية، أشغال بالصيانة خارج عمله. لكن الرجال ذبحته الغربة، الرجال بعيد عن أسيوط، وبعيد عن الصعيد، وبعيد عن بنت عمه الزبدة بنت عمه. الرجال يحب بنت عمه ويبي بنت عمه، وبالقاهرة وين يجي له 700 كيلو أهله. المهم الرجال جمع فليسات وقال أنا ما فيه إلا اشتري لي بكب صغير وكد عليه بأسيوط، أروح هناك أرجع عند أبوي وعند أمي وعند عمي وعند بنت عمي، أحسن لي بلي هالغربة هذه. المهم بعد كم سنة من شغله بالقاهرة فعلا الرجال قدر يجمع له فليسات واشترى ذاك البكب، ويترك القاهرة وهو يرجع لأسيوط لأبوه وأمه وأهله، وهو يقعد الرجال يشتغل بأسيوط، يشتغل على سيارته، يودي مشاوير بفلوس، وبنفس الوقت رجال مكتسب خبرة بالسباكة، بالكهرباء، بالصبغ، من خلال عمله يوم كان بالقاهرة. فكان أي حاجة يحتاجونها أبوه وأمه بالبيت هو اللي يصلحها، أي حاجة يحتاجها عمه هو اللي يسويها، هو اللي يدبرها، أي حاجة يحتاجها واحد من الجيران هو اللي يسويها لهم. وطبعا هذه حاجات مجانية، الرجال شغله على سيارته. المهم الشرطة بدأوا يسألون عن اختفائه، فجوا لأهله يقعدون يسألونه، أحمد عنده أعداء، في أحد بينه وبينه مشاكل، لاحظتوا شيء؟ قال والله أحمد مسالم، لا له لا أعداء ولا شيء.
قالوا طيب أصدقائه منهم من أصدقائه؟ قالوا أقرب أصدقائه ولد عمه أدهم. بعدين أحمد دايم يروح البيت عمه، الرجال يحب بنت عمه وينفع يوم يروح البيت عمه ويتمالح عند ابن عمه، يصلح لهم حاجة، إذا اللمبة خربانة يطمر يصلحها، يعني تخبرون الواحد. الرجال يتكشخ عند عمه وعند مرة عمه علشان بنية عمه، وصديقها الخاص أدهم ولد عمه. فراحوا الشرطة يحققون مع أدهم. تعال يا أدهم، وش تعرف عن أحمد؟ قال أحمد ابن عمي وأخوي اللي ما جابته أمي، أنا وياه أخوان وعيال عم وأصدقاء، وبالدنيا مالي أقرب من أحمد. قالوا طيب يا أدهم علمنا عن عدوات أحمد، له مشاكل مع أحد؟ في أحد مضاربه وياه؟ في أحد متشاكله وياه؟ في أحد يطلبه فلوس؟ قال والله ماني خابر، كل هالحاجات هذه ماني خابرها. قالوا طيب ومن تتوقع القاتل؟ إذا سيارة ولد عمك موقفة قدام البيت، يعني الرجال أما قتل بمنطقة قريبة والله راح مع أحد يعرفه. فمتى آخر مرة أنت شفته؟ قال أنا آخر مرة شفته باليوم اللي اختفى فيه. قالوا يا سلام عليك، علمنا. قال أنا أعلمكم. أمي لها كم يوم تشتكي من الغسالة خربانة. قلت لها أنا يا أمي إذا الغسالة خربانة ما فيه إلا ولد عمي أحمد يجي يصلحها. وأمي على طول أرسلت أختي على بيت عمي علشان تقول لأحمد يجي يصلح الغسالة. والله وفعلا واخته تروح وهي تطق على بيت عمها، البيوت جنب بعض. قالت أحمد وينه؟ وهو يجي أحمد، قالت يا أحمد أمي تبيك تصلح الغسالة. أحمد ما صدق على الخبر، وده إن الغسالة كل يوم تعطل. وهو يجي الرجال البيت عمه، قال جانا الرجال ولا قصر، دبر بالغسالة شوي له مصلحها. قعدت أمي تشكر منه وقعدنا نقول عافية عليك، والله إنك ديبان، ما شاء الله عليك يا باش مهندس. قالوا قلنا له اجلس تقهوى. إلا الرجال يوم اتصل عليه تلفون ويقعد يكلم بالتلفون شوي، قال أنا بمشي. اقعد يا أحمد اجلس تقهوى معنا. إلا الرجال قال لا عندي شغل ضروري. قالوا مش عندنا. وكانت غريبة، بالعادة أحمد ما يصدق على الله نقول له اجلس، يجلس ويمد رجليه. لكن هذا جاي التلفون ما أدري وش هالتلفون هذا، ولا قال لنا هالتلفون هذا منه ولا هو رايح وين، ومشى من عندنا. قالوا يوم جاء عقب العصر إلا أمه جاية تسأل عنه، تقول أحمد وينه؟ قلنا لها أحمد جانا وصلح الغسالة وجاه تلفون ومشى، ليه ما رجع لكم؟ قالت ما رجع أحمد. قالوا قعدنا ننتظر قعدنا ندوره وشوي وكلنا نروح ونبلغ الشرطة. وهذا آخر علمي بأحمد. والله الشرطة احتاروا، الشخص المقطع هذا وش سلطة الله عليه؟ هذا من اللي سواه به كذا؟ هذا عملية انتقام. المهم ان الشرطة ما لقوا أحد يشتبهون فيه، لأنه ما يندرى وين راح بعد ما طلع من بيت عمه. المهم قعدوا يحققون وقعدوا يسألون الجيران وقعدوا يحققون، وصلتهم معلومة بسيطة لكنها صارت هي طرف الخيط اللي يجر على القاتل. المعلومة شنهي؟ المعلومة تقول إنه بعد يومين من اختفاء أحمد إنهم شافوا أم أدهم مرت عمه، شافوها طالعة ومع هذيك الشنطة كبيرة، وسألوها وين أنت رايحة يا أم أدهم؟ قالت أنا مسافرة للقاهرة. وش عندك بالقاهرة يا أم أحمد؟ قالت مسافرة أبعالج ركبي، رجلي يوجعني وبعالجهن، ومعها شنطة ملابسها ذيك الشنطة الكبيرة، وسافرت للقاهرة، ولحد الآن ما جت من القاهرة. لكن اللي حنا مستغربينه إنها مرة متعافية،
ما عمرها شكت ركبها ولا عمرها شكت من رجليها، شلون فجأة تروح للقاهرة تبي تعالج ركبها؟ طيب والمستشفيات اللي بأسيوط أكيد إنها ما راحت للقاهرة، إلا ركبها ثايرة عليها، لكن ما عمرها شكت من ركبها، ما شكت من ركبها إلا هاك اليوم. هذه المعلومة اللي قالوا الشرطة وقفوا ستوب. ليش تروح للقاهرة بهالوقت هذا رغم من بيت أخو زوجها الناس كلها موجودة فيه وكلها تدور أحمد، ما جاها معالج ركبها إلا هالوقت هذا؟ المهم الشرطة قالوا يمكن الرجال ما طلع من بيت عمه، يمكن حصل له شيء ببيت عمه، رغم انهم يوم انهم يحققون واضح ان العائلة هذه كلها مترابطة، الاخوان مع بعض والحريم مع بعض والعيال مع بعض، واحمد يحب بنت عمه، لكن قالوا يمكن احمد ما طلع من البيت، يمكن ولد عمه ادهم يكذب. فتحروا عن عائلة ابو ادهم وقعدوا يسألون عنهم، جابوا معلومات ان ابو ادهم رجال طول عمره يشتغل بالآثار ويحفر ويدور الآثار، وإنه قبل 4 شهور حافر ببيته وقاعد يدور ببيته آثار، وكل الناس عارفة، الجيران عارفين والأقارب عارفين والعالم عارفين أن أبو أدهم رجال مغلوث بالآثار وقاعد يحفر في بيته. إلا فعلا امسك بريك يدور آثار. المهم وهم يجون البيت أبو أدهم، البيت عم أحمد، قالوا نبي نفتش البيت. والله دخلوا فتشون البيت إلا ما في شيء يلفت الانتباه. هذه الغسالة تشتغل من أحسن شيء ومصلحها أحمد، ولا في حاجة تثير الاشتباه، إلا غرفة مقفلة. قالوا لأبو أدهم افتح لنا الغرفة. قال لا لا لا، الغرفة هذه ما أقدر أفتحها. قالوا نقول لك افتح الغرفة، حنا ما جبنا أمر من النيابة عشان تسكر الغرفة هذه. المهم الرجال قاعد يقول لهم لا الغرفة هذه كلش والغرفة هذه. قالوا خذوه هو يا عائلته كلهم تصون بالبوكس وافتحوا لنا الغرفة. والله وياخذون العم وولده ومرته وبنته ويحطونهم بالبوكس. افتحوا الغرفة. يوم افتحوا الغرفة إلا الغرفة أرضيتها كلها محفورة، إلا جدرانها مسرح يخوف، مكتوب عليه بالطلاسم بالدم، إلا واضح صايرة مجزرة بالغرفة هذه. وأصلا الشرطة ما جت تفتش إلا بعد ما سمعوا إن في حفر آثار بهالبيت هذا، لأن كثير من الجرائم تحصل في التنقيب عن الآثار. يجون سحرة وكهان ويقولون علشان يطلع لك الكنز لازم تقدم قربان، أما تجيب لك طفل وتذبحه، والله تجيب لك بنت بكر وتذبحها، والله تجيب لك ولد ما تزوج وتذبحه. المهم أنها دائما تسجل جرائم في الترقيب عن الآثار. فهم أصلا ما جو يفتشون البيت هذا إلا علشان هالغرفة هذه. وفعلا يوم فتحوها إلا الطلاسم على الجدران بدم أحمد، معروف أنه قتل هنا وأن اللي قاتل عمه وعائلة عمه. أخذوهم يحققون معهم، والله يحشرون عمه تعال اعترف، وعمه يقعد يبكي وهو يقعد يعترف. قال أنا طول عمري أدور الآثار وأبحث عن هالآثار هذه. الآثار تعرفون لو أنها حصى هذا كبرها تبيعها بملايين الملايين. وجاني كاهن قال لي فيه تحت بيتك بالمكان الفلاني فيه آثار. قال أنا ما صدقت على الله خبر، أدور الآثار بأماكن ثانية وتراها عندي بالبيت، وأنا أقعد أحفر أنا وعائلتي ونقعد ندور الآثار هذه، وكل الناس اكتشفتنا ودارت لنا نبحث عن الآثار، لكن رغم أنه حفرنا ما طلع لنا شيء. فسألت الكاهن قلت له الآثار ما حصلت لين تقول. قال وأنت غبي،
تبنى الآثار تطلع لك على طول. الآثار هذه حارسها مارد شديد، لازم تقدم له قربان، وعلشان يقبل قربانك له مواصفات مخصصة. قال شنو هي المواصفات؟ قال يكون شاب ما تزوج، ويكون هو بكر أبوه وأمه. تجيبه هنا وتذبح على طرف الحفرة هذه، ويسيل دمه، واخذ لك من دمه واكتب لك الطلاسم، وبعدين المارد يفتح لك هالخزنة هذه، خزنة الآثار هذه. يا ولد ما في طريقة غير هالطريقة هذه؟ قال أقول لك ما في طريقة غير هالطريقة هذه. تبي المقبرة الفرعونية تنفتح؟ جيب لك ضحية. قال أنا وأهلي لنا كم شهر نحفر بهالحفرة هذه ما طلع لنا شيء، والكاهن يقول قدموا قربان بالمواصفات الفلانية ورايح المارد يفتح لكم المقبرة. قال أول ما طلع علي إلا الشروط هذه تنطبق على ولد أخوي أحمد، شاب بالعشرينات ولا تزوج، وهو بكر أبوه وأمه، وأحسن ما فيها إنه على طول يجينا. الرجال على طول انعمى واتبع كلام الكاهن، الله يكفينا الشر. نسن هذا ولد أخوه وإنه آدمي وإنه يبي الحياة، لا علشان هالمقبرة دي تنفتح أضحي به. والمصيبة إنه ما هو الحالة، إنه هو عائلته كلها اتفقوا على أحمد، رغم إن حتى بنتهم تحب ولد عمها، وولدهم صديق خاص لولد عمه، لكن أعماهم الشيطان وخططوا على أحمد. قالوا لازم نوقف التنقيب مدة 4 شهور علشان الناس تنسى إن ننقب آثار وإن عندنا آثار، والغرفة اللي احنا نحفر فيها نقفلها. قالوا قفلنا الغرفة مدة 4 شهور، وبعد كذا خططنا على أحمد. شلون نجيب أحمد؟ نقول الغسالة خربانة، من يروح يجيب أحمد؟ ما فيه إلا أنت يا بنتي، يحبك، ومن أول ما تجين تقولين تعال صلح لنا الغسالة يبي يجي طاير ما يشوف، وإذا جاء نبي نمسكه ونقتله ونسيح دمه على هالحفرة. والله فعلا. وبنت أبو أدهم تروح البيت عمها ويتطق عليه، قالت يا أحمد أمي تسلم عليك وتقول الغسالة خربانة عندنا، تعال صلحها. أحمد الرجال هز رأسه قال من عيني الاثنين وراك. المهم من أول ما دخل الرجال إلا ولد عمه له وهو يجيه ويطعنه، إلا عمه من وراه ويجيه وينحره، وهم يسحبونه ويصفون دمه على الحفرة، إلا الكاهن جالس وقت هالذبحة هذه. بعد ما ذبحوا أحمد وياخذ من دمه ويقعد يكتب الطلاسم على الجدران للمارد علشان يفتح المقبرة. اذبحوا الضحية، ينتظرونها الحين متى المقبرة تفتح وياخذون الآثار ويقتلون. المهم أم أحمد تباطته وجاتهم تسأل عنه، قالوا الرجال صلح لنا الغسالة وجاه تلفون، وبعد التلفون هو يمشي. طولت السالفة، أحمد ما رجع. المهم راحوا للشرطة وحصل اللي حصل، بلغوا الشرطة، اعترف الرجال بالجريمة كاملة، وكل واحد اعترف بدوره. أدهم اعترف بدوره، وبنته اعترفت بدورها. بقى الأم الوقت هذا كله ما كانت موجودة. الأم دورها هي اللي أخذت الجثة وهي اللي رمتها بالصرف الصحي، لأنهم بعد ما قتلوا أحمد ما قدروا يطلعون جثته. الناس رايحة جاية على بيت أخوه جنبه، وشلون نطلع جثته ما يدرون. بعد يومين طرت عليهم فكرة، قالوا ما فيه إلا أنت يا أم أدهم، نبي نحط جثته بشنطة وتاخذينها وتقولين أنا بروح للقاهرة أبروح أعالج ركبي. المهم جابوا الشنطة وجو يحاولون يدخلون أحمد فيها، إلا الرجال ما يدخل. المهم قطعوه علشان يدخل في الشنطة، وقطعوه ودخلت الجثة. وفعلا أم أدهم ثاني يوم
ما همها أن البيت اللي جنبها ولدهم مفقود ما يندرى عنه، أخذت الشنطة وطلعت. إلا الناس يشوفونها مستغربين، وين رايحة يا أم أدهم؟ قالت أنا بروح للقاهرة أبى أعالج ركبي، تعبانة رجلي ما يشيلني. وسبحان الله هذه لفتت انتباه الناس، وأخذت الجثة ورمتها بالترعة وراحت للقاهرة. المهم انها درت ان زوجها قبض عليه وولدها قبض عليه وبنتها قبض عليها، وهي تخبى بالقاهرة. ما مسكوها، اقعدوا الشرطة يدورونها ما يدرون وين هي. إلا سبحان الله يوم الله قردها وسمعت ان السالفة انتشرت بين الناس كلها، ان عم وعائلته كاملة يقتل ولد اخوه علشان الآثار. المرأة تبي تبرر الموقف وتبي تحط اللوم على أحمد، وهي تسوي لها مقطع بالسوشيال ميديا. قالت أنا أعلمكم السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أحمد قتلناه لأنه يتحرش ببنتي، ما هو علشان الآثار. صحيح إن قتلناه لكن علشان يتحرش ببنتي. تحسب إن المقطع هذا يبي ينفعها، ما درت إن زوجها معترف وولدها معترف وبنتها معترفة. المهم الشرطة يوم وصل لهم المقطع هذا وهم يتوصلون للمكان اللي هي فيه وهم يقبضون عليها، والله وتقدم العائلة هذه كلها للمحاكمة، الأبو العم ومرته وولده ولد العم والبنت الحبيبة بنت العم، كلهم قدموا للمحاكمة، والله يحكم عليهم بالإعدام كلهم. لكن الغريب إن الكاهن هذا سبب هالمصايب هذه إنه ما ذكر بالقصة إلا زي ما قلت لكم، وهو اللي المفروض يعدم ويقطع، لأنه هو سبب هالجريمة هذه، هو ساس البلاء. المهم نقول أعوذ بالله من الكهنة ومن السحرة، وعسى الله يكفينا شرهم. وانتهت قصتنا، وفي أمان الله.